السلام عليكم الإخوان ومرحبا بكم في قناة خوكم راجيو الفلسطيني. اليوم غادي ندويو على اللاعب البرازيلي الجديد واللي كانت ناطش واحد الضجة كبيرة، بحيث أن بعض الناس محسوبين على الصحفيين سرحوا عباد الله وخلوا كل شيء صحاب ليه فيليب ريكيلمي، اللي القيمة السوقية ديالو واصل 6 مليار وكان ضمن اهتمامات البارسا. ولكن بعد ساعات قليله تعرف بلي ماشي ريكيلمي وغير فيليبينيو اللي ما كيسوى والو، اللاعب اللي ما عمره اصلا لعب مع الفريق الاول. يمكن نكون طولت عليكم دابا في الانترو، ولكن راه كان خاصني نقول لكم هاد الهضره بعدا باش نقربكم من الصوره. غادي ندوزو للتعريف اللاعب من بعد الانترو. شكون هو فيليبينيو؟ الاسم ديالو كامل هو لويس فيليب سيلفا دوس انجوس. كيبلغ من العمر 21 سنه، من مواليد 2005. هو لاعب كيلعب صانع العاب العشرة وكيقدر يتحول لجناح ايمن وايسر. مسيره اللاعب ابن مدرسه فلومينيسي البرازيلي، وتدرج في كل الفئات السنيه حتى وصل ل20 سنه. المفاجاه هنا والسر اللي ما عجبش الجمهور، اللاعب ما لعب حتى ماتش احترافي ليه مع فلومينيسي الفريق الاول في البرازيل. المسيره ديالو كامله دازت غير مع الرديف والاسبوار والسبيطار، لان اللاعب على ما سمعت انه لاعب زجاجي وكان عنده قطع في الرباط الصليبي. هذا من الاسباب اللي خلت ان فلومينيسي تفرط فيه. الفريق ديالو لاعب حاليا سينا مع الرجاء بعقد كيمشي 3 سنوات. حنا كجمهور لازمنا غير ندعموه. لاعب نتمنى يقدم الاضافه، لاعب غادي يقدر انه على ما سمعت انه يكون فقط كاحتياطي. اللاعب اللي غادي يجي من هنا لقدام بقيت باغي نخرج شي سميه صراحه، لانه فهمتي يعني ما بغيتش نخرج شي سميات ديال بعض اللاعبين اللي كتفاوض معهم الراجل وقريب التسنين معاهم. في الاثناء انا اللي فاش كنسجل هذا الفيديو هذا راه الراجل كتفاوض واحد اللاعب، وعلى ما اظن اليوم غيسينو معاه تا هو كيلعب العشرة. نتمنى يكون خير. المهم قبل ما تمشيو تشوفوا المهارات اللاعب اللي غنحطها لكم في الاخر الفيديو، غادي نقول لكم فقط عندي رساله للمكتب بالاخص زياش. الا كنتي نتا وداك المدير الرياضي عجبكم الانتدابات، عرف بلي الجمهور ما عجبوش هاد الانتداب. عجبكم الانتدابات، عرف بلي الجمهور ما عجبنوش هاد الانتدابات هاد. لان الجمهور دوز لاعبين كبار. ما حاليا احنا كجمهور كنحسوا بان الفرقه كتقزم، لانه ما يمكنش انه انا عندي ندير شراكه مع شركه رياضيه اللي المدير الرياضي ديالها واعر وكذا، ولكن في الاخير كتجيبوا لنا لاعبين ما لعبوا حتى دقيقه في المسيره ديالهم. يعني لاعب ما عمره ما لعب بحال قلت يجيبهم من الزنقه، لعب عامين ما لعبش كره ما قرقبهاش. الجمهور صبر وللصبر حدود. رأي غلط او خروج بموسم صفري الموسم المقبل غتولي 3 سنين ما دير حتى شي لقب، فراه غادي تدفع ثمن واحد الثمن اللي غالي صراحه. حنا كجمهور اول ما دعمك ودعم المشروع ديالك، ولكن راه بزاف شوف جيب لاعبين اللي بقيمه ديال الرجاء، لاعبين سوبر اللي تقدر تنافس بهم في البطوله والكاف وكاس العرش. صراحه المكتب والاداره الرياضيه حاليا كتستفز الجمهور. نتمنى يكون شي تغيير في هذا الميركاتو هذا، وتجابوا لاعبين اللي مزيانين واللي بقيمه ديال الرجاء. باش ما نطولش عليكم غادي نحبس هنا وغادي نخليكم مع لقطات اللاعب. انا فقط عطيت الراي ديالي وشكرا.